اهلا بكم اصدقائي في حلقه جديده من قناه مدينه الخبراء. في حلقه النهارده هكلمك عن 5 اشياء شائعه ومحبوبه اليوم، لكن في الماضي ما كانش حد يطيقها بصراحه، يعني زيها زي مش عارف ايه، بس خلينا نشوف. يلا كلنا شفنا ماتش ألمانيا واليابان. كلنا دي اللي هي انتوا، لأن اللي متابع القناة من بدري عارف أنا قصدي إيه وعارف صوتي كويس. وأكيد سمعتوا إن المنتخب الألماني اتمنع من دخول بشعار الحب الواحد بناء على قرار الفيفا، وده لأن الشعار بيدعم العجلات الألمانية اللي هي المثلية الجنسية واليعة وكده، واللي بقت منتشرة جدا في الدول الغربية. والمثلية الجنسية زمان كانت عقوبتها الإعدام والتعذيب، ولكن لسه مستمرة مع ذلك. وأنا بقولك الكلام ده النهاردة لأن زي ما قلت لك في عنوان الحلقة، في 5 أشياء شائعة ومحبوبة كانت في الماضي مكروهة. السلام عليكم، معاكم من ورا الميكروفون بصوتي اللي بيوحشكوا كده، ومحمد أحمد من قناة مدينة الخبراء. من شوية كنت بقول يا صديقي المشاهد إن المثلية الجنسية تعتبر من الأشياء المكروهة في الماضي، وكان عقوبتها الإعدام والتعذيب، ومع ذلك مستمرة في حاضرنا. ولكن في أشياء تانية أغرب تكاد تخليك يا صديقي تستغرب إزاي كانت مكروهة في الماضي، رغم ان وجودها حاليا مش المضر ولا اللي هو خطورة تستاهل الضجة الكبيرة على انها تبقى ممنوعة. لكن تخيل يا صديقي ان البطاطس اللي حضرتك بتاكلها في كل وقت وفي كل مطعم فاست فود مع البرجر الجوسي والتشيكن فرايز كانت مكروهة زمان. ايوه البطاطس دي اي دي اللي قدامك على الشاشة دي. انا مش مصدق صح؟ لا، وكمان كانت ممنوعة في دول اوروبية. طب وايه السبب؟ احكي لك. البطاطس زمان يا صديقي كانت تعتبر من اهم الدرانات في امبراطورية الانكا، واللي اسسها الهنود الحمر في قارة امريكا الجنوبية، تحديدا في دولة البيرو دلوقتي. لا، ومش بس كده، دي كانت اكتر الخضروات استهلاكا كمان. طب فين المشكلة بقى؟ هحكي لك. لما الاسبان غزوا الامبراطورية ديت في القرن 16 جابوا معاهم الدرنة او البطاطس لاسبانيا، وهنا السبب اللي خلى البطاطس مكروه، ألا وهو إن الشعب أسبانيا ما كانش قابلها، والشعب الأسباني اضطر لزراعتها عشان تغذية المواشي بتاعته، وانتشرت في الدول الأوروبية بشكل بطيء. وكمان الشعوب الأوروبية كانت بتكرهها، وكانوا بيبصوا لها بشك كده، اللي هو باين لك مدورة ولا مربعة. حتى بعضهم كان بيقول إنها سامة، وإن كمان بتسبب أمراض، يعني حاجة كده زي الاندومي بتاع دلوقتي، وكانوا بيبصوا لها بشكل منفر. حتى بعضهم قال انها سامة، وانهم كمان بتسبب امراض زي الجذام، لدرجة ان الفلاحين رغم فقرهم وجوعهم كانوا بيخافوا ياكلوها. لكن مع مرور الزمن اصبحت البطاطس عنصر اساسي في انجلترا المحبة للحوم، وبسبب الحروب الثورية تصاعدت وقتها شعبية الدرنة او البطاطس، واصبحت رقائق البطاطس من الاطعمة الاساسية في انجلترا. تاني حاجة في القائمة معانا من الحاجات المنتشرة والمحبوبة البناطيل الجينز. أيوة، مع إنها كانت محتقرة في الماضي لأن لبسها كان لعمال المناجم بس، في البداية وجود الجينز وصناعته كان على يد مخترع اسمه ليفي شتراوس، وما تقوليش أقول اسمه تاني. وده كان بيع متجول هاجر من بافاريا إلى أمريكا الشمالية سنة 1950. الوقت ده كان جايب معاه شوية لوحات مصنوعة من القماش وشوية سلع للبيع. في نفس الوقت ده عمال المناجم كانوا بيدوروا على بناطيل متينة، ومساعدة الخياط صنع لهم أول بنطلون مصنوع من القماش وانتشر بسرعة. وكمان كان ليه شعبية كبيرة بين عمال المناجم والعمال، لأنه مش سهل إنه يتقطع. يجوا يشوفوا دلوقتي. وفي سنة 1960 بدأت صباغة القماش باللون النيلي وتسمى الجينز الأزرق، وفضل الجينز من الملابس الأساسية للعمال لحد أوائل الستينات. تألق الجينز في أفلام زي رابل وذا كيس وبلو ديمون، واكتسب الصورة المتمردة للشخص اللي بيرتدي الجينز شعبية كبيرة، وبدأ الشباب المتمرد يلبسه. بحلول تمانينات القرن الماضي الجينز بقى موضة أساسية لجميع الأعمار، وكمان بقى من الملابس الغير رسمية، مش مقتصر على عمال المناجم بس زي ما كان في الماضي. ثالث حاجة وهي التاتو أو الوشم. ولو سافرت بلد غربية أو نزلت في منطقة سياحية أكيد هتشوف شخص راسم تاتو أو وشم على جلده أو على جزء من جسمه، وده بالنسبة للغرب بيعبر عن الفخر أو وسيلة للتعبير عن رأيهم أو للذكرى. ورغم انتشاره في ثقافات عديدة، إلا إن الوشم كان مكروه في الماضي، لأن الوشم في الماضي كانوا بيستعملوه عشان يذلوا المساجين اللي كانوا بيرتكبوا الجرائم الخطيرة، أو كان بيستعمل لفئة مهمشة من المجتمع.
وفي الستينات أصبح الوشم ثقافة بالنسبة لراكبي الدراجات النارية والهيبي السائلين الفترة دي. ومع تقدم البشرية للقرن العشرين بدأت محظورات تتلاشى، وبعد ما كان الوشم فعل مذموم في الماضي بقى عادي، وخصوصا في الغرب وأوروبا بالتحديد. ومن العوامل اللي ساعدت على انتشار الوشم هو برنامج ميامي إنك اللي بيرجع ليه الفضل بشكل كبير في انتشار الوشوم وأماكن الحصول عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. الحاجة الرابعة في القائمة معانا ألا وهي التمثيل. مين فينا ما بيتفرجش على أفلام يعني سواء على التلفزيون أو الإنترنت؟ مين فينا ما بيحبش الفن؟ أيوه، أنا بتكلم عن التمثيل. التمثيل من المهن الشائعة واللي بيشتغلها بياخد أجر عالي، ورغم كده كانت مكروهة في الماضي، واللي بيشتغلها في الماضي كان ليه سمعة سيئة بتلحقه. مش بس كده، ده كان دينيا كانت الكنائس بتستنكرهم وبينظر ليهم نظرة غير أخلاقية باعتبارهم خطر على الدين. ولكن مع قرب أواخر العصور الوسطى بدأ الممثلين المحترفين يظهروا في إنجلترا وأوروبا. وفي العصر الإليزابيثي كان الأرستقراطيين البارزين بيمتلكوا شركة من الممثلين اللي تعودوا على الأداء الموسمي في مواقع مختلفة. وفي القرن ال19 بدأت السمعة السلبية تاخد منعطف بعيد عن الممثلين، وأصبح التمثيل مهنة شائعة. مش بس كده، اكتسب الممثلين الاحترام والتقدير من المجتمع. ومع بداية القرن العشرين أصبح التمثيل أكتر الوظائف المرغوبة بسبب الشهرة والفلوس اللي بتيجي من وراها. واخر حاجه معانا في قائمه النهارده هي اللوبستر او الكراكند. ولما الموضوع بيتعلق بالاكل يبقى لازم نتكلم عن الكراكند، وده ليه؟ عشان هو بيحتل مكانه عاليه بين اصناف الاكل البحري، ده غير ان سعره غالي ومش كل الناس تقدر تطلبه دلوقتي لان طريقه تحضيره فريده من نوعها. في منتصف القرن ال19 كانوا بيعتبروا الكراكند هو الطعام المناسب للفقراء، وكان من الشائع ان هو ياكلوه المساجين والعبيد المتدربين كوسيله لانهم يوفروا المال. اتغيرت سمعه الكراكند بعد ظهور الاطعمه المعلبه والنقل بالسكك الحديديه في القرن ال19، واصبح الكراكند اكل معلب منخفض السعر. وبينما كانت الفاصوليا المخبوزه تكلفتها 53 سنت للرطل، كان اللوبستر او الكراكند المعلب تكلفته 11 سنت للرطل. ولكن سر سرعه انتشار الكراكند وتحوله لوجبه تتقدم في ارقى المطاعم هو انتشاره بين السياح، خصوصا سياح اقليم نيو انجلاند، وده اكبر اقليم من حيث السكان لدرجه ان نص سكان امريكا موجوده في الاقليم ده. وخلال الحرب العالميه الثانيه انتشر الكراكند اكتر وبقى يعتبر وجبه لذيذه. وفي النهاية أحب أشكر الخبيرة مريم إبراهيم اللي جابت لكم المعلومات ديت من أعماق أبحاثها، وخبير المونتاج والإخراج يوسف عبد الرحمن، وكان معاكم من وراء الميكروفون اليتيم اللي حيلتي محمد أحمد. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات بالألماني، إحنا لينا في الألماني بس رجالة قوي. سلام.